طيب، دي صالونة لحم مسلة، جربوها ومش هتندموا. أول حاجة هننزل في حلة على النار فيها نص كيلو لحمة بعضمها هتبقى أحلى، وهنغمرها بمية وبهارات صحيحة. وأول ما المية هتبدأ تغلي هنشيل الشوائب اللي هتطلع على الوش، وبعد ما اللحمة تدخل في نص السوا هننزل بالملح بتاعنا. الحكمة في كده إن الملح بينشف اللحمة شوية. خلاص؟ خلاص. هنيجي في حلة تانية وهننزل بشوية زيت ونفس البهارات الصحيحة بتاع سلق اللحم، بس أنا زودت الليمون المجفف لأني بحبه، وعليهم البصل. وأول ما البصل يبقى لونه ذهبي هننزل بمعلقة توم جنزبيل أو زنجبيل، وأول ما ريحته تطلع هننزل بمعلقة كمون وكزبرة وكركم وبهارات لحم. خلاص. تمام، هنقلبهم تقلبتين يتحمصوا وهننزل بعصير الطماطم ونسيبها تتسبك من 5 ل10 دقايق. والخطوة اللي بعد كده اختياري، يا اما تضيفوا كوب من الشوربة وهتبقى غليظة معاكي بعد كده في الاخر، او تحط اكتر لكن هتبقى خفيفة. في الحالتين هي لذيذة جدا، ولكن لو هتاكلها مع خبز غليظة هتبقى احسن. بالنسبة لي كانت مع رز وكانت تحفة. بعد كده هننزل باللحمة المسلوقة وهنظبط ملحنا ونسيبها تقريبا نص ساعة. وانا هنا حطيت حبة بطاطس، دي اختياري وبالعافية عليكم. جربوها وما ترجعوش ورايا، انا رجعت بدلكم. لايك وشير وتمنوا لي الخير، وسلام يا حلوين.